تبدا المباراه وهو طب عايز اسال سؤال دمه خفيف شويه. طبعا كهربا انا يعني قبل كده وجهت له كلام جميل واتمنى له يا رب كل التوفيق يعني في الفتره الجايه. لما جاب جون اللي هو اتلغى راح للجمهور بيعمل لهم كده، دي معناها ايه؟ يعني انت كراجل اهلاوي هل بيعتذر عن الهدف ولا مستني ان هم يحيوه على الهدف؟ انا شخصيا بتفرج، انا كنت بقلب طبعا، كلنا ماسكين ريموت فشاء المولى ان انا اروح على الهدف ده. يعني على اساس كهربا لعب. يعني انت لما جبت جون قبل كده في الاهلي عملت كده؟ رفع ايده عشان ما فاكر؟ في الاسماعيلي. في الاسماعيلي؟ في الاسماعيلي انا وانت في الاهلي عملت كده. اما بتعيش فتره في نادي وبتحقق فيه بطولات كتير وبتبقى الدنيا كويسه والنادي كمان صنع منك حاجه واسم ونجوميه وحاجات كتير قوي. فيعني دي بتريح الناس يعني. ايوه انا عايز اسال، بيعتذر ولا يعني انا معلش ده شغلي يعني، معلش ده شغلي، ده النادي بتاعي وده اكل عيشي هنا دلوقتي مراعاة لشعور الجماهير. دي بيعتذر لهم يعني انه بتحصل في كل مكان في العالم. انا ضد الحاجات دي يعني بامانه، بس بتحصل في اوروبا كده. بس بتحصل في يعني اوروبا انه حد بيعتذر يعني ممكن ما بيحتفلش. هنشوفها ان شاء الله الفتره اللي جايه بره الكوره. يعني لو هو لعب قبل كده في الزمالك، لو كان جاب في الزمالك كان احتفل او عمل يعني. انا وجهه نظري بصرف نظر عن كهربا بقى، احنا في عصر الاحتراف يا كابتن شرقي. خلاص انا في امبي يبقى انا في امبي خلاص. طب ما اشرف بن شرقي يا كابتن الموسم اللي اول ما مثلا وشارك مع لا مش المباراه دي ما شارك مع النادي الاهلي واحرز في اول مباراه لعبها قدام الزمالك، احرز هدف وما رضيش يحتفل. ما رضيش يحترف يعني يحتفل عشان مراعاه لشعور واحد بالظبط. يحتفل حاجه ويروح للجمهور. لا ما هو عمل كده، هو عمل. احنا في عصر الاحتراف. ما تقولش على اللعيب احنا في عصر الاحتراف، ما هو الجمهور برضه لازم تقول له احنا في عصر الاحتراف. لا الجمهور بقى مش هنقدر عليه. احنا نقدر نكلم الجمهور، ما بيسيبش حد يا كابتن، ما بيسيبش حد، الجمهور مش هيسيب. لا الجمهور طبعا.